السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة تربية الطيور مع الحواشي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم. طبعا في ناس كتير بتسأل الأيام دي، لو أنا ربيت فراخ بالأسعار اللي موجودة دي، أو دخلت كتاكيت بسعر اللي هو 38 أو 40 جنيه حسب ما يكون يعني، أو يعني 240 زي ما الناس بتقول، برضه لأن الأسعار دلوقتي كل واحد بيبيع ويزود زي ما بيقول يعني. لو أنا دخلت كتاكيت بالأسعار دي، أنا ممكن الدورة بتاعتي يعني تكسب، أو أقدر إن أنا أكسب من الفراخ في التربية ديت ولا لأ؟ طبعا هو اولا الاسعار غاليه جدا، ده شيء اكيد. احتماليه انك لا قدر الله ما تكسبش بسبب كمان ان البورصه، احنا عارفين ان اللحم بيتكلم دلوقتي في بورصته يعني من 70 ل 75، وطبعا سعر ما ينفعش يتناسب مع سعر الكتكوت الغالي ده جدا يعني. يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، المكسب من الخساره في الموضوع ده صعب شويه. بس احنا اللي بنتكلم فيه ان احنا عشان خاطر تكسب من الدوره دي، لو انت دخلت بالسعر ده، هو باذن الله في حل وحيد تقدر تطلع بيه من الدوره ديت لو انت ربيت. بس ده طبعا احنا بنتكلم في ايه، في يعني انت مثلا لا قدر الله ما يكونش في امراض، ما يكونش في بقى ايه، يعني انت تطلع فرخ زي ما بيقولوا فرخ سوبر، فرخ كويس لا قدر الله، ما تصبتش، ما فيش نسبه النافق نسبه المعقوله يعني. في الحاله ديت انت ممكن تطلع بالدوره كسبانه لو انت عملت الحاجه اللي احنا هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. لكن غير كده طبعا هي الاسعار مبالغ فيها جدا بالنسبه للكتكيت، غاليه جدا، وده حاجه ما تنفعش خالص، وما بتساعدش على التربيه، وده هيأثر على الانتاج طبعا. بالاضافه كمان ان سعر اللحم حتى مش معادل، يعني انت حتى لو انت الكتاكيت رفعتها زي ما انتم رافعين كده، المفروض ان البورصه في اللحمه بتزيد شويه، تزيد حتى تعادل الفرق اللي بيحصل من هنا وهنا. لكن برضه عشان خاطر الناس ما تبطلش تربيه، لان احنا جايين نتكلم في الفيديو النهارده، مش عايزين الناس تبطل. برضه السعر لا قدر الله لو غالي زي ما هم غاليين كده، وربنا يعدي على خير يعني، انت تقدر تطلع بالدوره دي كسبانه. باذن الله تقدر تطلع بيها كسبانه. زي ما اقول لحضرتك دي، لو حاجه الوحيده اللي انت هتعملها او تشتغل عليها يعني، وباذن الله ما يكونش في امراض ولا يكون في اي مشاكل في التربيه عندك خارج الموضوع ده كله، انك هتتقل الفراخ. طبعا في ناس بتقول لك احنا كلنا بنتقل وبتاع، لا. المقصود هنا لما بالتتقيل، انا اقول لك ما تبيعش فرخه اقل من 2 كيلو 300، 2 كيلو 200. انت في الحاله دي باذن الله ربنا هيرضيك من التربيه بالاسعار الغريبه اللي هم بيتكلموا فيها دي. احنا زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، الاسعار مش كويسه، لا مش كويسه. سعر الكتكوت غالي جدا، سعر اللحم يعتبر بالنسبه للكتكوت ضعيف او قليل يعني لو حتى لو نفدت بالدوره هتلاقي نفسك نافد بتكاليفها. حتى لو انت يعني لو طلع لك مكسب زي ما بيقولوا كده ايه، حاجات بسيطه كلها 1000 و2، بالنسبه انت قعدت لك 40 45 يوم في السبله وفي القرف اللي بيحصل ده كله، واللي انتوا عارفينه، والضغط النفسي والكلام اللي الناس كلها عارفاه في التربيات ده، ده شغل استهبال كبير جدا، وده كله بيأثر على الصناعه، عشان نبقى متفقين بس من الاول قبل ما نقول اي حاجه. لكن احنا بنحاول بالفيديو ده نوصل للناس معلومه إيه؟ ان انت باذن الله ممكن تكسب، ممكن ربنا يرضيك منها. في الحاله اللي احنا بنتكلم فيها دي، ان انت تتقل الفراخ او ما تبيعش اقل من 2 كيلو، زي ما قلت لك 2 كيلو 200، 2 كيلو 300، ما تخرجش اي فرخ من عندك كده. هتاكل يعني العلف قد ايه، او احسب انت نسبتك عشان تريح دماغك خالص، اضرب في 3 600، اكل 3 كيلو 600 علف، وتوكل على الله بتبيع، وباذن الله ربنا يكرمك منها. لان الموازين التقيله دي او الفراخ بتيجي في الاخر العمر، اللي هو من بعد 35 ل 40 45 مثلا، لو انت وصلت بالدوره كده، بتلاقي الفرخ ما شاء الله معامل التحويل فيه، في بعض الفراخ بيوصل ان هي بتحول كل يوم 100 جرام لحم، في 150، في حاجات بتوصل ل 200 جرام لحم في اخر كام يوم كده. فالتحويل العالي ده كله هيفرق معاك انت، وهو ده اللي هيساعدك ان انت تقدر تبقى طالع بدوره كسبانه. غير كده انت يعني لو بعت 2 كيلو موازين 2 كيلو انت خسران، بعت 2 كيلو 900 انت خسران، مفيش مش هتكفي معاك تكاليف. انت الفايده الوحيده او الحاجه الوحيده اللي تطلعك من الدوره بالاسعار الغريبه اللي موجوده ديت، سعر اللحم في الارض وسعر الكتكوت في السماء نار يعني. حاجه غريبه خالص يعني، رافعين سعر الكتكوت تقريبا من، كان الدوره اللي فاتت الناس مدخله 18 20، الدورات دي كله داخل 40 42 38، انا ما اعرفش يعني 20 جنيه فرق في الكتكوت، ايه اللي حصل ما تعرفش. ده موسم شغل يعني، مثلا لو انت بتقول بقى ده موسم والناس جايه طالعه، وموسم رمضان والزحمه والاهالي والبتاع، هم يا جماعه بتوع الكتاكيت بيشتغلونا، بس يلا ربنا يعوض على الجميع. لكن عشان اقول لحضرتك وما نطولش عليكم، انت هتشتغل اشتغل، هتطلع فراخك، انت بس هتطول بالدوره شويه، بدل ما تطلع بقى انت مستعجل. في ناس بتبقى مستعجله عايزه ابيع على 30 و35 وموازين، لا. انت متوسط وزن 2 200 2 300، توكل على الله بيع، وباذن الله ربنا هيرضيك بالاسعار اللي موجوده دي. غير كده للاسف الدوره مش هتلم معاك تكاليفها. وده كلها يعني ايه، حيل بنحاول احنا نعملها عشان نفضل مستمرين، بس يعني ايه، لغايه بس ربنا يفرجها كده والدنيا تريح في الكتاكيت شويه، البورصه بتاعت اللحم ترفع. يعني الاسعار دي قلنا 100 مره قبل كده في فيديوهات سوا، انت حاول تعملها نسبه وتناسب. كتكوت غالي، ارفع سعر اللحم ال 5 جنيه ولا 10 جنيه اللي هترفعها في اللحم، لا هيضروا الناس ولا هيعملوا اي حاجه. بس في نفس الوقت انت بتحافظ على الصناعه. انما لا، هم كل واحد بقى حسب هواه في القصه ديت، فهم احرار ربنا يسهل لهم يعني.
القصه كلها ما بتتكلمش في كده، احنا عاوزين نحافظ على الصناعه عشان الناس كلها تفضل شغاله، والمصدر البروتين الحيواني او البروتين الحيواني زي ما قلنا يعني قليل جدا، ما احنا مش مفيش كفايه، فلما ناس كتير تخرج من التربيه ده كله هيساعد الشركات الكبيره ان هي تقدر تستفرد بالسوق. طبعا احنا عارفين بقى واحد بيطلع بقى ال 100 و110 والكلام اللي بيحصل ده كله والاحتكارات اللي بتحصل دي وربنا يعافينا. يبقى انت هتطلع كتكوتك عشان تنفد من المأزق بتاع سعر الكتكوت وسعر اللحم الضعيف، العب على متوسط 2 كيلو 300 2 كيلو 200 وباذن الله ربنا يكرم الجميع. ولو عجبكم الفيديو هنعمل لايك وشير على الفيسبوك وتابعونا على قناه تربيه الطيور مع الحواوشي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.